السلام عليكم ورحمه الله. خلينا متفقين ان مهما كان دخلك فانت محتاج مصدر دخل بديل، وده اللي جايين نتكلم عنه في الكورس ده ان شاء الله. تابعنا ان شاء الله عشان نتعلم مع بعض كل حاجه عن البورصه باختصار، بحيث تبقى عارف المبادئ الاساسيه اللي تقدر تبدا بيها. تمام؟ بدايه، ايه هي مصادر الدخل؟ مصادر الدخل بتبقى حاجه من ثلاثه: يا وظيفه، يا بزنس، يا باسيف انكم. وظيفه وقت وجهد وشغل معين في حاجه معينه مقابل مرتب اخر الشهر. البيزنس اذا كان تجاره او استشارات او اي حاجه حضرتك بتبذل فيها مجهود للناس كخدمه او كبيع سلعه عشان يجيب لك عائد اخر الشهر. النوع الثالث من انواع مصادر الدخل هو الباسيف انكم. الباسيف انكم هو دخل بدون تدخل منك. يعني ايه؟ يعني حضرتك حاطط راس مال معين في حاجه معينه، الحاجه دي بتجيب لك عائد شهري او سنوي او ربع سنوي على حسب الترتيب بتاعها، وفي نفس الوقت حضرتك ممتلك راس المال. ايه اشبه اكثر حاجه شبها او اكتر حاجه حضرتك ان احنا كلنا عارفينها بتجيب الباسيف انكم ده؟ لما يكون عند حضرتك عقار متاجر، شقه، عماره، ارض، اي حاجه متاجره، يكون العقار متاجر بيجيب لك دخل شهري، فده باسيف انكم. ده نوع. يكون عند حضرتك عربيه او معده او لودر او قلاب متاجره وبتجيب لك دخل شهري، فده باسيف انكم. حضرتك عامل وديعه في البنك بمبلغ معين بيجيب لك دخل شهري، فده باسيف انكم، ولكنه ربا وحرام ومش هنتكلم عنه في حاجه. حضرتك شايف حد امين ومحترم وحضرتك عارفه طول عمرك وشاركته في تجاره فهو بيديرها وانت لا تتدخلش فيها في التجاره نفسها، فده باسيف انكم. ولكن مشكله الشراكه ديت فيها مشاكل كتير قوي هنتكلم عنها ان شاء الله في السلسله اللي فوق ديت، فتابعها كويس. تمام؟ اللي احنا جايين نتكلم عنه بقى هو النوع الخامس من انواع الباسيف انكم، وهو الاستثمار في البورصه. وازاي تخلي استثمارك في البورصه يجيب لك عائد شهري او عائد سنوي وتحافظ على راس مالك وتحافظ على زيادته كل سنه. فتابعنا في الكورس ده ان شاء الله في سلسله الفيديوهات دي، والكورس ده هنتكلم اكتر عن موضوع البورصه بالتفصيل، بحيث يبقى عند حضرتك كافه المعلومات الاساسيه اللي محتاجها عشان تبدا في الاستثمار في البورصه.